وقول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حد، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير من اللي خلقك، وما تطيش غير للي خلقك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ازيكم يا أجمل المتابعين في الدنيا؟ يا رب ابعد الوباء والبلاء عن أمتنا العربية والإسلامية وعن مصرنا الجميلة يا رب العالمين. يا رب اشف كل مريض، وفك ضيقة كل متضايق، وفك كرب كل مكروه. طبعا انتوا عارفين الأحداث اللي حصلت في الجروب اللي كان فيه نورة وجميلة، نورة وأم أماني وسهام والمجموعة الكبيرة ديت، والصور والحاجات اللي بتهددوا بيها. ده طبعا شيء لا يرضي عبد ولا يرضي رب. حتى لو احنا في بينا وبين بعض خلافات والعلاقة هتنقطع، يبقى تنقطع بشرف وبكرامة. لكن ان انا اشيل كده الحاجات واحتفظ بيها الصور واخدها سكرينات وبعدين اهدد الناس بيه، عيب. عيب، ومش من اخلاقنا، مش من اخلاق المصريين ان يحصل منهم كده. اولا كنا صحبة يا ام حودة على كل حاجة، وكنا بناخد رأي بعض، وكنا بنتكلم مع بعض، بس ما كانش حد صف النية قلني، ولا كان حد خايب قلني، لاني للاسف الشديد بصدق اي حد، حتى لو اي حد معادي ليا واتكلم معايا كاني ما حصلش بينه وبينه اي حاجه، بلاقي قلبي بيصفى وبيروق. بس للاسف الشديد مش كل الناس اللي المفروض نتكلم معاهم، بالذات على السوشيال ميديا. انت طالعه وعامله فيديو بدل ما تعتذري وتطلبي السماح من الناس وما تزعلوش مني، وإن كنت غلطت، ان كنت غلطت فيكم، حتى لو ما غلطتش انت بتقولي كده، ما تزعلوش مني وسامحوني وكده واطلبوا من الناس الدعاء. لكن انت طالعه برضو تحوري. طيب يا ام حود، انت لما كنت دايما بتساليني عشان اعرفك ان نقطه الخلاف اللي حصلت ايه، مش القشقشه اللي انت بتقوليها دي، لما كنت بتساليني ان ريري بتكلمك، اقول لك اه، والاقي واكلم ريري تقول لي ام حوده بتكلمك، اقول لها اه. ام ريري بسلامه نيتها وباخلاق اهل الصعيد المحترمين مش عايزه تقول لي ان انت كنت بتقولي عليا ايه وكنت موقعه بيني وبينها. وانا اقول لك انا مستغربه طريقه تعاملها معايا يا ام حوده. انا مش عارفه ليه هي بتعمل كده وليه هم بيعملوا كده. وكل لما يجمع انك انت كنت بتقولي عليا كلام وهم كانوا بيصدقوه، الكل يجمع كده، كانوا متآمرين عليك يا ام حوده، كانوا متآمرين عليكي. ومع ذلك انا كنت بكلمك، واخر رساله انت كتبتها لي انا هحطها للناس على المنتدى، لان لما انت تقول بعد ما مرير اكتشفت ان انت كنت بتوقعي بينا وبين بعض وكنت مخلياها مش طايقاني وكنت مخليانا خلاص، يعني العلاقه قطعت بينا وبين بعض، كنت بدخل عشان انا كمان مش فاهمه في ايه، وانت اللي كنت للاسف الشديد عامله فينا كده. انا كنت مستكتره رزقك عليك يا ام حوده، هاتيلي اي حاجه تثبت ان انا كنت مستكتره رزقك عليك، هاتيلي اي حاجه تثبت ان انا قلت لك على مشاهداتها حاجه ولا استكترت عليها مشاهداتها. هاتيلي اكتر من اني كنت مثلا اقول انا رفعت لها وهي ما بترفعليش ومش عارفه ايه، وفجاه كده، لان ده كان اتفاق بيننا وبين بعض احنا الثلاثه ان اللي ينزل فيديو احنا نرفعه على المنتدى على طول مننا لنفسنا، مش محتاجين حد يقول لنا. مش ده كان اتفاق يا ام حوده؟ مش ده كان اتفاق؟ وفجاه كده تقولي ايه، اعمل فيديو اقول لك ارفعيه يا ام حود، تقولي معلش رافع على المنتدى غلط يا ام محمد على القناه. قلت لك خلاص، بدل انت عارفه ان هو غلط على القناه، خلاص يا ام حود، وخلاص وقفل على كده. ولا بعد كده لميت نفسي، لان مش هني اللي افرض نفسي على حد، وبعدين يا جماعه المكالمه اللي شهيره بتقول عليها دي، اللي انا كنت بقول فيها ان جالي تهديد، الرقم ده كلمني مرتين، مره قال لي ان زاهيه بريئه عشان بس اعرف ان هم كدابين. انا اتلخبطت، زاهيه بريئه؟ طب هات لي الدليل ان زاهيه بريئه وهي واحده. وبعدين رجعت
كلمتني بنفس الرقم، والرقم ده انا ارسلته للناس وعندي ومحتفظه بيه. الرقم ده 011، الرقم ده انا محتفظه بيه. ورجع قال لي رجع الرقم ده هددني بواحده ست، وقالت لي ان انا جوزي من منطقه من جاسيه دي، واعمل فيك وهسوي، وهو نفس الرقم. ودي الغلطه اللي عرفتني ان المكالمه اللي هي كلمتها لي وقالت فيه ان زاهيه بريئه. ازاي تقولي كده وازاي تهدديني علشان ما اتكلمش، رغم ان ما كانش فيه كلام في وقتها، كان الجو هادي يعني، ما كانش فيه اي حاجه. دي حاجه. انتي فعلا خاينه يا ام حود، وده اكبر دليل على انك خاينه. انا مش عارفه اقول لك ايه. ليه انت ذكرت في الفيديو بتقول ان في واحده صاحبتي انا كنت مزعلاها وعرفت ان انا غلطانه في حق ايه وخلاص. مش هو ده الغلط اللي كان اللي انت عملتيه؟ انت قلت الناس كلام على ريري، قلت الناس كلام على ريري، وقلت لريري كلام عليا، وشيلتنا من بعض، وكنت بتضربينا ببعض علشان انت بس اللي تبقي واقفه في قناتك، واحنا ننتبه لمشاكلنا مع بعض وقنواتنا تضيع. قنواتنا تضيع يا ام حوده، يا ام حوده، يا اللي انا مصدومه فيكي صدمه العمر كله. انا ما يهمنيش ان كانت زاهيه كده ولا زاهيه كده، ده ما يهمنيش، انا ما يهمنيش. وموضوع رانيا، موضوع المكالمه اللي انت قلت عليها دي حصل، دي الوحيده اللي حصلت. انا قلت لك ان حصل كذا كذا وجالي كذا 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 كذا، وكنا بناخد راي. وانت نفسك كنت لما كنت بتيجي تعملي اي حاجه كنت بتقولي لي يا ام محمد ده فيه كذا وكذا وكذا وكذا. ساعات برضه كنت اقول لك صح، وساعات كنت اقول لك غلط زي ما انت كنت بتقولي. انما انت طلعتي خاينه وبتضربيني في ظهري. كنت بتدخلي تكلميني على الواتس وتقعدي تتكلمي معايا، وانت كنت على خلاف معاهم من سبب الكلام اللي انت عاملاه والحاجات اللي انت عاملاها وتوقيعك بيني وبين ريري، والكل قال لي الكلام ده. ما هو مش معقول الكل هيبقى كذاب، مش معقول الكل هيبقى منافق يا ام حوده، مش معقول الكل هيبقى منافق. وانا كنت ساكته عن حقي، انما توصل ان احنا نهدد ناس وقفوا جنبنا بصورهم وفيوساتهم وحاجتهم، نبقى ناس يعني انعدمنا الاخلاق خالص. والحكايه بقى دلوقتي مش حكايه سعوديه او عراقيه او سوريه، كل واحد، احنا ستات وكلنا عرب، وحتى لو مش مسلمين بس عرب وبتجمعنا لغه واحده، المفروض نحافظ على بعض. ودي مش اخلاق، دي مش اخلاق ولاد الريف، وبالذات الشرقوه. انا سامعه ان بتوع الشرقيه دول يعني ناس الكرم اللي في الدنيا والاخلاق اللي في الدنيا. بس انا اتصدمت. ليه يا ام حوده لو انتي كنت بريئه وما كنتش خايفه لا انا اقول حاجه، ليه اكتر من مره قلتيلي في المكالمه في انت عرفتي كل حاجه يا ام محمد؟ اقول لك حاجه ايه؟ تقولي هم قالوا لك، اقول لك قالوا لي ايه وانا كنت عارفه وما كنتش عايزه اخسرك لابعد الحدود. اللي زعلني الصور والفيوسات. ازاي يعني انتي زعلوا علشان انت اتكلمت عني وعن ريري ووقعتنا ببعض، وريري اكتشفت منها لنفسها ان انا ما عملتش حاجه، بس انت للاسف الشديد انا بالنسبه لي خاينه. بالنسبه لي تصرفي ادخل قناه او ما ادخلش قناه ده شيء يخصني، ما يخصكيش انت في حاجه. انا وجميله كنا احنا الاتنين في نفس الليله داخلين، لانهم كانوا بيدوا عليا كلمه وبيقولوا انت قلت كذا وكذا، وانا دخلت قلت لا انا ما قلتش. وبعدين انا كنت قلت لك كده. طب ما طلعتش ليه بيمين المصحف وقلت ان انا قلت كده؟ احلفي عادي، احلفي. مش انت بتقولي ان انا كده البينه على من ادعى؟ احلفي. بص يا ام حوده، وعلى الباغي تدور الدوائر، وعلى الباغي تدور الدوائر. اللي للاسف الشديد اللي حصل ده بيبين ان اليوتيوب ما فيهوش اصحاب ولا فيه اي مبادئ. للاسف الشديد المبادئ اللي بتحكمها المصالح والمشاهدات والدولارات والكلام الفاضي ده ما بتنفعش وما بتدومش. انت خسرتي ناس كانوا محترمين معاكي، واكتر من مره قلت لك يعني هم ما بيحاولولكش ولا بيدولك اي حاجه يا ام حوده. قلت لي كلام وبس يا ام محمد،
وما بيدولونيش حاجه، ما بيدولوش حاجه، وانا عندي الدلائل والسكرينات والفيوسات ان هم كانوا بيساعدوك. يبقى ليه نكرت جمايل الناس عليك؟ اللي ينكر جمايل الناس عليه ويبقى كذاب، يبقى كذاب في كل حاجه. لان اللي بيصدق، اللي بيحفظ جميله الناس بيبقى انسان كريم ومحترم. لان جميله، الانسان اللي عمل فيها الجميله دي طوق رقبتي، طوق رقبتي. الرقم المكالمه اللي جات لي وانا قلتها لك، قلت لك انا جات لي مكالمه بتقول كذا، نفس الرقم ده هو برضو اللي هددني. فازاي بقى نفس الرقم اللي هددني ان يعمل فيا كذا هو اللي بيقول لي ان زاهيه بريئه وادعى وقال الكلام ده؟ انا ماليش فيه. هي ما هياش في محكمه، وهي ما هياش محكمه. بريئه لنفسها مش بريئه لنفسها. احنا بنحكم على اللي بيطلع لنا وعلى طولة اللسان اللي هي بتطلع تعملها، لا اكتر ولا اقل. وفي حاجات كتير قوي انا عارفاها فعلا، في حاجات كتير انا عارفاها فعلا، بس تطلع على العلن وهتشوفوا بقى ايه اللي ممكن يحصل. انما للاسف الشديد انت جيتي تكحليها عمتيه. انت بتقولي انا صحيح كنت غلطت في حق صديقه ليا وقلت لهم خلاص واحنا اخوات ومش عارفه ايه. ما قلتش هي مين ليه؟ ولا انت كنت موقعاها مع مين؟ مريري اللي انت كنت موقعاها مع ناس وموقعاها معايا. اتقي الله يا شيخه، ده انت بين اياد ربنا، واحنا كلنا اصلا بين اياد ربنا سواء كنا تعبانين او مش تعبانين. وبعدين ده دور حساسيه يعني، مش مشكله. ده مرات ابني وحامل اهيت وعندها حساسيه، مش محتاجه اللي انت بتعمليه ده. وما فيش اصلا رعايه مركزه بيدخل فيها ناس. هو فيه رعايه مركزه بيدخل فيها ناس قاعدين كده ليه؟ رعايه مركزه على المصطبه ولا في الشارع؟ مش كده يا ام حوده. انت خسرتي، انت خسرتي كتير. تخفى القناه، قناه ايه؟ قناه ايه يعني؟ هي مش مهللاها يعني المشاهدات ولا حاجه. مش اكسرك ولا اعمل ايه في رزقك؟ رزقك ايه؟ رزقك ايه؟ رزقك انت اللي عملت فيك كده. وبعدين ما تخافيش، اللي بيصدقوا الكدابين كتير، اللي بيصدقوا الكذابين كتير يا ام حوده. انا بعترف انني خايبه، انا بعترف ان انا ست خايبه وبصدق الناس بسرعه. انا بعترف ان انا خايبه وبصدق الناس بسرعه. وانا الاعتذار الوحيد اللي بعتذره النهارده ان انا بعتذر لنفسي. انا بعتذر لنفسي على كل اساءه سببتها لنفسي بذات نفسي، لاني صدقت الناس ومفيش حد يستاهل ان انا اصدقه. ولو انت عندك جراءه يا ام حوده تطلعي تقولي انت كنت بتعملي ايه في علاقتي بيني وبين ريري وانا ما حصلش بيني وبينها حاجه. وان كان عندك حاجه تقول ان انا قلت عليها حاجه ابعتيها او اعمليها على العلن، صح ولا لا يا ام حوده يا صاحبتي؟ عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.